التشويق. طبعا إجراء القرعة بحضور عميد الاتحاد الرياضي التونسي رضوان المقدم من أبناء مدرسة الفريق، للاعبين الذين سيعتمد عليهم عبد الواحد زمرات في هذا الموسم الكروي. ينطلق الشوط الأول، تنطلق المقابلة في هذه الأثناء بصافرة الحكم مصطفى كشاف. آخر مقابلة كان قد قادها مصطفى كشاف كانت قبل أيام في مدينة مراكش. عن الشرقي البحري المتخصص في تسجيل الأهداف من خلال الضربات الرأسية الكرات العالية. طبعا الشرقي يستعد صلاح الدين لتنفيذ الكرة الثابتة. صلاح الدين بحث عن المرمى ولم يبحث لا عن الشرقي البحري ولا عن عبد الله ديارة، بحث عن مغالطة الحارس عبد الرحمن. هنا اللقطة تنفذ الكرة الثابتة. صلاح الدين الرحولي، العرضية من صلاح الدين، كرة في منطقة الجزاء، تسديدة بعيدة كل البعد بدون تركيز وبدون دقة من فرجي كرمون. تسديدة بهذه الطريقة. طبعا في هذا الموسم مشاهدينا الكرام أولمبيك أسفي سيكون حاضرا مشاركا في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. هنا افتكاك الكرة من صلاح الدين يريد المرور، يجيد المراوغة. صلاح الدين سريع جدا، إمكانية التسجيل. هل الكرة تجاوزت الخط؟ نعم، الكرة تجاوزت الخط. نعم، جول 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 جول. الهدف الأول أبناء مدينة أسفي يسجلون الهدف الأول، تصبح النتيجة هدف دون رد. أولمبيك أسفي بعد العديد من الفرص، بعد العديد من المحاولات، ينجح الفريق في التسجيل، ينجح الفريق في الحصول على الهدف الأول. تصبح النتيجة هدف دون رد في الدقيقة 20. أولمبيك أسفي يسجل الهدف الأول، تصبح النتيجة هدف دون رد. إذن مشاهدينا الكرام الحكم يلغي الهدف يلغى. تنفذ الركنية، إمكانية التسجيل. جول 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 جول. فرجي كرمون بعد بحث طويل في الدقيقة 43 أولمبيك أسفي يصل للشباك، يسجل الهدف الأول. الكرة وصلت على طبق من ذهب لفرجي كرمون الذي ينجح في إسكان الكرة الشباك، الذي ينجح في التسجيل الهدف الأول لأبناء مدينة أسفي. أحد اللاعبين تعرض للإصابة. هدف أول. التمرير، كرة في منطقة الجزاء دائما لأولمبيك أسفي. فريد نغوما، التسديد من نغوما، كرة عادت من جديد دائما لفريق الاتحاد الرياضي التونسي. تتوقف المباراة. هنا اللقطة الماضية، المقابلة ما زالت متوقفة. مصطفى كشاف طلب مواصلة اللعب.
بتقدم اولمبيك اسفي بهدف دون رد. هدف سجله فرجي كرمون. كان معكم في التعليق خليل فايد، اشكركم على حسن المتابعه. التقي بكم مع بدايه الشوط الثاني. الكل يترقب بدايه الشوط الثاني. مصطفى كشاف في هذه الاثناء يعلن عن بدايه الشوط الثاني. ينطلق الشوط الثاني وتنطلق معه الفرص والمحاولات. طبعا اولمبيك اسفي سيسعى لمواصله تقديم افضل المستويات للظفر بالنقاط الثلاث في المقابله الاولى. التدخل من فرجي كرمون في الوقت المناسب. اعاده الكره للوراء. كرنان، تمريره طويله من عبد الرحمن. بعد ذلك التدخل فريد نجوما. كرة في وسط الملعب. عبد الله الديارة يسرع. عبد الله يسرع الديارة. فرصة لأولمبيك اسفي. وليد غيلوف. التمرير من وليد. الضغط يتواصل. يبحثون عن الهدف الثاني. يريدون تأمين التقدم وتأمين النتيجة. كرة بعيدة. الكرة بعيدة عن غيلوف. ركلة مرمى للاتحاد الرياضي التوروغي. إعادة الكرة للوراء. تمريرات طويلة في وسط الملعب. محمد أمين السهل احتفظ بالكرة. هنا التمرير في الرواق الأيسر. مسألة الفرصة متواصلة للاتحاد الرياضي التوروغي. يونس دحماني يريد المرور في منطقة الجزاء. يونس يزال محتفظا بالكرة. مضطر يعود لمحمد أمين السهل. المتابعة من كرنان في الوقت المناسب. يتدخل عبد الرحمن كرنان وينقذ أولمبيك اسفي من هدف محقق. كانت تسديدة ذكية من السهل. محمد أمين السهل يجيد التسديد من بعيد. يجيد التسديد من خارج منطقة الجزاء. محاولة المرور. العودة للكونغولي فريد نجوما. وصول في الوقت المناسب من فرجي كرمون. هنا المرور. موسى كوني. الحكم طلب مواصلة اللعب. موسى كوني يطالب مصطفى كشاف بالإعلان عن ركلة جزاء، لكن مصطفى طلب مواصلة اللعب. هنا فرصة للاتحاد الرياضي التوروغي. فرجي كرمون. إذا مصطفى كشاف يتوجه لشاشة الفار لمتابعة اللقطة والتأكد. هنا الصورة أمامكم. اللقطة أمامكم. القرار النهائي لمصطفى كشاف. مصطفى كشاف يواصل متابعة اللقطة. مشاهدينا الكرام، يأخذ الوقت الكافي، لن يتسرع. بعد ذلك سيعلن عن القرار النهائي حكم الساحة مصطفى كشاف. القرار يعتبر جد مهم. مشاهدينا الكرام، القرار جد مهم مشاهدينا الكرام، وقد يحدد مصير المباراة. قد يحدد مصير المباراة. هنا من زاوية أخرى. الصورة أمامكم، اللقطة أمامكم مشاهدينا الكرام، في انتظار القرار النهائي الذي سيتخذه مصطفى كشاف.
الآن سيعلن عن القرار، الآن سيعلن عن القرار. مصطفى كشاف، ركلة جزاء، ركلة جزاء لأولمبيك أسفي. الحكم مصطفى كشاف يعلن عن ركلة جزاء لأولمبيك أسفي، ركلة جزاء لموسى كوني بعد العودة لشاشة الفار. بطاقة صفراء لياسين الخليج قائد الفريق في مواجهة عبد الرحمن. عبد الله ديارا يضيع عبد الله ديارا، يضيع ركلة جزاء ويفوت على فريقه فرصة التقدم ب2-2 دون رد. كان محظوظا الاتحاد الرياضي التونسي يضغطون في هذه اللحظات. الحكم أضاف 8 دقائق كوقت بدل ضائع في هذا الشوط الثاني. هنا الارتباك، هنا التسجيل، جول 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 جول، هدف التعادل للاتحاد الرياضي التونسي. الكرة وصلت لنصر الدين مستغفر، يسكن الكرة الشباك، يسجل هدف التعادل للاتحاد الرياضي التونسي في الوقت البدل الضائع. في آخر الدقائق وصلت الكرة لنصر الدين، لم يضيع الفرصة، يسكن الكرة الشباك، هدف التعادل للاتحاد الرياضي التونسي. يتحسر كرنان، وصلت الكرة لنصر الدين الذي لم يكن مراقبا. وصول الكونغولي في الوقت المناسب، فريد نغوما. اشتدت المنافسة في هذه الأثناء. يعلن مصطفى كشاف عن نهاية اللقاء ب